ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنكمل مع بعض سلسله التجديدات. هنجدد ترابيزه الانتريه. بصوا دي كان فيها ازاز واتكسر وحطيت لها حته ابلكاشه كده بس، ودبستها كده باربع مسامير. بس كان فيها بقى ايه، تفريغات كده بتدخل في الفراغات الحزوز دي اللي هي الاربع جناب. بيدخل فيها تراب، فتافيت، رده بتاعت العيش، البسكوتات، الحاجات دي. جبت بقى ورق الحجري ده. بس ده اللي هو عادي، مش اللي هو رخاء، مش اللي هو حراري ولا حاجه. غلفتها، حطيتها كده بالطول، وهنا رحت قصيت. بصوا دخلتها لجوه ولزقت كده حته على الرجل، وهنا قصيت ودخلتها لجوه. تمام، علشان طبعا هو اللزق بتاعه ده ضعيف شويه، ده اللي عامل زي الورق. اللي عامل زي الورق اللي بيتلزق بقى على الحوائط بيبقى حلو قوي. بس لو على خشب ولا على اي حاجه تاني، حيطه كده، بيفلت معاكي بسرعه لان اللزق بتاعه ضعيف شويه. قصيت كمان اربع شرايط كده رفيعين، علشان الرول معايا رفيع عن الترابيزه شويه. شايفين الحته البني دي كانت باينه، فانا عايزه اغلفها كلها. بصوا اهي شكلها. آه فقصيت كده اربع تجناب كده، اربع شرايط كده، حطيتها في كل ناحيه شريطين، على اليمين وعلى الشمال، لحد ما غلفتها كده بقى شكلها كلها كده اتغلفت اهي. ده شكلها. تقدري تحسبيها كده لو انت حاطه الاستيكر اللي هو الحراري، لان اللزق بتاعه بيبقى كويس. انا هنا ده انا لسه ما جربتوش بصراحه الحراري، بس اسمع ان هو اللزق بتاعه كويس. جبت بقى المشمع اللي هو الشفاف ده، كان عندي كده جزء فاضل. ده هيبقى حلو قوي، مش هيخلي فراغات، ولان الستيكر زي ما بقول لكم اللزق بتاعه خفيف، فممكن مع اي حركه اي حاجه يفلت لوحده، مع الحراره والجو والهواء بيفلت لوحده وتلاقوه كده طلع. فانا هجيب بقى اللي هو الشفاف ده، المشمع الشفاف. بصوا انا خدت اول حاجه عملت ايه، حطيت كده ترابيزه على الكنبه، رفعتها شويه وجبت كده حته منه. بصوا انا عشان بس اصور لكم، بصوا انا حاولت ان انا اعمل بايد واحده كده واوريكم انا هعمل ايه، بس معرفتش، فسبت التليفون وعملت كده اول جزء ووريت لكم. بصوا انا كنت بحاول هنا ان انا اجيب الترابيزه، المشمع ناحيه الترابيزه كده عليها، بس كان بيقع، يعني محتاج ان انا امسك بايدي الاتنين، فعملته. بصوا انا هجيب حته صغيره علشان اقص باقي الترابيزه، باقي المشمع قصدي، حته صغيره هخليها هي اللي تحت. تمام اهو، انا كده بشرح لكم. بصوا انا كنت هاخد كده حته بس هي صغيره والزقها هنا من تحت كده بدبابيس، اللي هي دبابيس مكتب لو الخشبه طريه معاكي، او الدباسه اللي هي بتاعت الخشب. انا عندي الدباسه بتاعت الخشب، فهلزقه من هنا او من جوه، اللي يريحك الزقيه. هلزقه من الناحيه دي كده، هخلي الشريطه كده رفيعه هي لحد الخشبه اللي جوه دي، وهلزقها، مش هخلي جزء كبير، لا هخلي الشريطه رفيعه كده. والجزء ده كده هنروح هنا قصاه، وده كده مع الجزء التاني اللي هو بتاع الرجل هتنيه مع بعض، وهلزقه في الرجل. تمام. انا ما حبيتش ان انا الزق في الرجل الا لما اشوف الاول، لو لقيتها ماسكه على الرجل خلاص مش هلزق بدبابيس ولا حاجه، عشان ما كنتش حابه يعني ان انا اعمل بالدباسه كده في الترابيزه بيبقى يبان. بصوا اهو انا فردت كده، حطيت دبوس واحد بس علشان خاطر يمسك معايا، عشان اوريكم بالتليفون، اوريكم امسك التليفون واصور واوريكم. حطيت دبوس واحد في النص. بصوا اهو انا جبت حرف المشمع وحطيته كده اهو عند الترابيزه لحد ما وصلت الجزء اللي جوه ده، علشان خاطر بس ايه، اشوف هيوصل لفين وادبس. حطيته بالشكل ده كده. تمام ودبست. هدبس بقى كده دبوس دبوس لحد ما اوصل عند الرجل كده، واروح اقصر وادبس اخر جزء، والرجل هسيبها في الاخر خالص، هشوف هتبقى شكلها ازاي. انا اضطريت برضو ان انا اديها عشان كانت واقفه شويه، اديها برضو تدبيس. عملت الجنب ده، هشد بقى المفرش للناحيه التانية، هعمل الجزء اللي في وشه على طول اللي هو الناحيه التانية، الناحيه دي، وبعد كده هعمل الاجناب اللي هي الرفيعه. تمام هعمل كده، وهاخد حته على مقاس الخشبه لحد ما توصل معايا لجوه، وبعد كده هروح مدبساها او عملتها. فضل عندي بقى الجزء ده والجزء التاني، هقص كده بقى. بصوا هي طويله قوي، انا قصيتها على فكره، قصرتها يعني. وفي الاخر خالص هعمل الاجناب بقول لكم اللي هيفضل عندي، لو كانت ثابته على المفرش اوكي، على الرجل قصدي. لو مش ثابته هتنيها كده اهو بالشكل ده، زي ما بنتني كده الكراسه او اي حاجه الاركان بتاعتها، وهدبسها بقى من جوه من بره. المهم ان هنا احاول انها ايه تبقى صغيره كده وما تبانش معايا. طبعا هي طويله فانا قصرتها كمان شويه، هتشوفوها معايا دلوقتي. بصوا هعملها بالطريقه دي كده، مثلا اقصرها كده واخليها صغيره، واروح مديها دبوس من هنا من جوه في اي جزء كده اللي يبقى صغير هديله فيها دبوس.
او هقصها واعملها، وهتشوفوها دلوقتي معايا بقى شكلها ازاي. المشمع ده حلو جدا، هيحمي الترابيزة من ان اللزق بتاعها يفك، الستيكر يفك، وكمان هيحميها ان لو في اي فتافيت ولا اي حاجه هتمسحيه بقماش حلو جدا جدا جدا، سهل التنظيف، وفي نفس الوقت محافظ على الشكل بتاع الترابيزه، مخلي الترابيزه شكلها حلو كده رخامي ويعني شفاف، غير الاستيكرات اللي هي هتبقى بيضة او الاستيكر الحراري لو تغسلي بليفه ولا حاجه او سبونشة ممكن يتقطع معايا او حاجه. فانا هخلي بقى ايه، عملتها اهو كده، بصوا دخلتها كده لجوه، وادي الرجل تنيتها بالشكل ده زي ما قلت لكم وعملتها، وده كان شكلها النهائي. اتمنى يا رب الفكره تكون بسيطه وخفيفه، اتمنى انها تعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.